النهارده فيديو بالتعاون مع قناه غزل المغربيه. هسيبكم مع غزل تعرف نفسها وتقول لكم ايه هي القناه بتاعتها وارجع لكم تاني. السلام عليكم متابعات ومتابعي قناة مطبخ سلمى. معكم غزلان من قناة غزل شانيل، يوتيوبر مغربية. أول حاجة مرحبا بيا في قناة مطبخ سلمى. كيف كتشاهدوا معايا هذه هي قناتي، كنقدم فيها وصفات مختلفة من المطبخ المغربي وكذلك العربي والعالمي، وصفات اللي هي ناجحة وبطريقة مبسطة. فبعد ما تشاهدوا هذا الفيديو ما تنسوش انكم تزوروا قناتي اللي غتلقاو الرابط ديالها في صندوق الوصف. فانا ايضا موجده لكم حلبة الحشام المقرمش وشاركتكم كل اسرار النجاح ديالو. نخليكم الان مع الاخت سلمى. وزي ما شفتوا كده قناه غزل فيها حاجات جميله جدا جدا ووصفات حلوه، هسيب لكم في صندوق الوصف اللينك للقناه بتاعتها. وانا اخترت من القناه بتاعتها وصفه مغربيه جميله جدا جدا اكلتها لما رحت المغرب، بالتحديد في الدار البيضاء. اتعزمت هناك عند بيت مغربي. الاكله دي رائعه الجمال، طاجن اللحم بالبرقوق. يا جماعه انا عارفه المصريين هيستغربوا شويه، بس صدقوني هيعجبكم جدا جدا. المزج ما بين الحلو والحامض، سويت اند ساور، مش قادره اقول لكم قد ايه جميل ومفيد ان انتوا يعني تجربوا حاجه زي كده كل شويه. الوصفه لطيفه لذيذه، هنعملها في الطاجن ده وهقول لكم هتتعمل ازاي من اول ما نتبل اللحم. اول حاجه هنعملها ان احنا هنتبل اللحمه. ده كيلو جرام من لحمه البيف اللي انا جايباها فيها عظم بالشكل ده. انا قصدت ان انا اجيبها بالعظم علشان العظم حلو وهيدي طعم كويس قوي للطاجن. هنحط اللحمه، هنحط معاها بصلتين كبار مفرومين، هنحط 3 فصوص توم مفرومين، وهنحط بقى التوابل الآتية. أول حاجة معلقة صغيرة من الجنزبيل بس تبقى مليانة، معلقة صغيرة مليانة من الكزبرة المطحونة، معلقة صغيرة من الكركم، معلقة صغيرة من الفلفل الأبيض، ومعلقة صغيرة مليانة من توابل راس الحانوت، وهكتب لكم بالتفصيل متكونة من ايه، وهنعمل كمان فيديو عن التوابل بتاعت راس الحانوت وتوابل اللحمة وتوابل الفراخ ان شاء الله قريب. هنتبل ده كله وندعك اللحمة باستخدام ربع كوباية من زيت الزيتون. لاحظوا ان انا ما حطيتش ملح دلوقتي عشان ما ينشفش اللحمه، هنحطه واحنا بنسويها على النار. انا عايزه اتبل اللحمه دلوقتي بكل التوابل والبصله دي والثوم وزيت الزيتون، واسيبها قد ساعتين كده ولا حاجه في التلاجة، وبعدين باذن الله هنشتغلها مع بعض وهنشوف هنعملها ازاي. هنغطيها بالبلاستيك ونسيبها في التلاجة ساعتين. بعد ما اللحمة قعدت حوالي ساعتين في التلاجة انا هطلعها وهبتدي الاول اشوحها في طاسة زي ما انتوا شايفين كده ستانلس ستيل. انا عايزة تشويح للحمة الاول، هديها كده شوك الاول قبل ما احطها في الطاجن بتاعنا المغربي الحلو ده، وهقول لكم انا عملت ايه في الطاجن ده قبل ما ابتدي استعمله. نحط اللحمة، هحاول بس كده انطر البصل من اللحمه لاني لسه هحط البصل ده بعد شويه. دلوقتي بعد ما شوحت اللحمه انا هحطها في الطاجن اللي انا حطيته على النار ده. الطاجن ده انا اشتريته، نقعته في الميه الاول لمده حوالي 12 ساعه، وبعد كده
نشفته وحطيت له زيت زيتون، طبقه من زيت الزيتون مسحته بيها، ودلوقتي هو جاهز ان احنا نستخدمه. بس اهم حاجه انا هحطه على نار يعني تقريبا هاديه، ما تبقاش عاليه. هنحط اللحمات اللي احنا شوحناهم، وهنحط بقى البصل كله اللي هو بتاع التتبيله. هنضيف بعد كده كوبايه من الميه السخنه مع الملح، ونوطي عليها النار خالص ونسيبها تستوي. هنسيب بقى الطاجن على النار يشتغل مع نفسه كده واللحمه تستوي، ونيجي بقى نشتغل في البرقوق. البرقوق بنجيب اللي هو القراصيه، بنجيب القراصيه ونجيب الحجم الكبير الحلو اللي هو الجامبو ده. هحطها في ميه على النار، هحط معاها عود من القرفه، هحط معلقه من السكر، وهحط معلقه من العسل، واسيب ده كله بقى على النار يتقلب والبرقوق يستوي، وزي ما المغاربه بيقولوا يتعسل. دلوقتي بقى لها حوالي ربع ساعه بتغلي، بتبتدي يبقى فيه زفره كده من فوق، ده مكان السكر. بنشيلها كده، ولسه طبعا البرقوق لسه ما يكونش استوى. وعندنا هنا الطاجن اهو شغال بيغلي، واللحمه خلاص تقريبا استوت تقريبا. انا لسه بس مخليها على نار هاديه خالص. هاخد شويه من المرقه بتاعه اللحمه وهحطها على البرقوق، علشان البرقوق ياخد من طعم اللحمه. لما اجي احط البرقوق على اللحمه بعد كده ما يبقاش كانه دخيل عليها، لا يبان كانه حاجه معاها كانه استوى معاها من الاول. ونخلي اللحمه طبعا متغطيه. دلوقتي بقى بصوا البرقوق، بصوا اتنفخ ازاي استوى جدا، والميه بتاعته كمان قصرت. انا عايزه الميه بتاعته تقصر كده وتبقى مسكره ومركزه، عشان انا دلوقتي هشوف اللحمه. بصوا بقى جمال اللحمه في منتهى الجمال، واستوت جدا جدا خلاص، هي مفيش دايبه. هناخد بقى البرقوق ونقدمها بقى بالشكل ده. هنطفي بقى على اللحمه من ورا كده. هنقدم الطاجن بالبرقوق من فوق كده، وناخد برضو من المية بتاعة البرقوق اللي هي كان فيها برضو من المرقة، ونسقي بيها بالشكل ده. طبعا في التتبيلة الأساسية بتاعة اللحمة طبعا المفروض نحط زعفران، بس أنا عارفة أن الزعفران في مصر غالي جدا، لكن إلا يقدر يحط ويستخدمه طبعا يا ريت، يبقى جميل جدا. فده انا سايباها حريه شخصيه. بس البهارات اللي هي راس الحانوت، وانا هكتب لكم ان شاء الله في صندوق الوصف ايه بالظبط المكونات بتاعتها. وكده يبقى الطاجن بتاعنا خلص. فاضل حاجه صغيره. الحاجه الصغيره دي ان قبل التقديم على طول هنحط على الوش من فوق لوز محمص، وده بقى اللي انا يعني عايزه اقول لكم انه ما ينفعش نستغنى عنه بجد. اللوز هنا هيفرق جدا وطعمه في منتهى الجمال. وصفه لذيذه قوي 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 قوي، وانا بحبها، واتمنى ان انتم تجربوها وان شاء الله تعجبكم. واتمنى يا غزل ان انا اكون عملتها زي ما المغاربه بيعملوها يا رب. وان شاء الله باذن الله انا مبسوطه قوي بالتعاون ده، وان شاء الله كمان تعجبكم الوصفه اللي غزل هتعملها لما تشوفوا الفيديو بتاعها باذن الله. وصفه لذيذه قوي كمان. يلا باي باي.